السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ التبارية. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم ملاوي مخمرين بواحد الوصفة سحرية وبطريقة سهلة وبسيطة، كيجيو بواحد المذاق رائع وكيجي مفشفش ومرق، وانا متأكدة الا جربتوهم بهذه الطريقة غادي يوليو دائما معتمدين عندكم. بلاك هو الكي هو بسم الله. بسم الله. جميل. بسم الله على بركة الله. غادي ناخدو واحد القصرية كنديرو فيها واحد 300 غرام ديال الدقيق الابيض الفورس، سلافة ديال الدقيق تقريبا، وكنزيدو واحد السلافة ديال الدقيق القمح سبيسيال الفينو 300 غرام، يكونوا مغربلين مزيان. كنديرو قد الفورس قد القمح، وكنضيف عليهم بيضة وحدة، وكنزيد واحد العلبة ديال بيرلي. انا هنا درت بيرلي حلو، ما غاديش نزيد السكر. الا درتوه مسوس غادي تزيدوا واحد المعلقه كبيره ديال السكر سنيده، وكندير واحد المعلقه كبيره ديال خميره الخبز، وكنضيف واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، والملحه دائما تتبقى على حسب الذوق. وغادي نزيد واحد 2 معالق كبار ديال الزيت، اي زيت نباتيه، وكنضيف واحد الساشيه ديال خميره الحلوى. ودابا صافي غادي نخلطو في الاول البيض مع الياغورت مزيان، حيت خاص البيض يتحل قبل ما نبداو نجمعو العجين. وصافي دابا غادي نبداو نجمعو العجين بالماء دافي، وكنبقاو نضيفو الماء بشويه بشويه حتى كتجمع لينا العجين، وكنحصلو على واحد العجينه اللي كتكون رطبه وفي نفس الوقت متماسكه. كنحاولوا من الاول نتحكموا في كميه الماء باش ما كتجيش قاصحه ولا مرخوفه بزاف، وكنستمروا حتى كتجمع لينا العجين. وصافي هنايا غادي نحاول نشربها بشويه الماء بحال هكا، وصافي غادي نبقى ندلكها مزيان ونشربها غير شويه الماء. وصافي كنستمر حتى كتولي بهذا القوام، عجينه رطبه ومتماسكه. وغادي ندهنها غير بواحد النقيطه ديال الزيت، ونغلفها مزيان ببابي سلوفان او بلاستيك غذائي، وكنغطيها وكنخليها ترتاح لمده 30 دقيقه تقريبا. ودابا من بعد ما ارتاحت العجين كتولي عندنا عجينه رطبه ومطاطيه بحال هكا. وفاش كدير هاد الفقاعات بحال هاد الشكل كنعرفوا بلي عجينه ناجحه. وصافي كنبداو نفرقوا العجين بهاد الطريقه كما كتلاحظوا، وكنحاولوا نشكلوهم على شكل كويرات. انا غادي ندير الملاوي ديالي صغار، كندير كويرات صغيورين، ويمكن لكم ديروهم بالحجم اللي بغيتو. وصافي من بعد ما شكلتهم على شكل كويرات صغار غادي ندهن الكويرات ديالي بشويه ديال الزيت باش ما كيمشقوش لينا من الفوق. انا هنا كندير فيهم ما بين 100 و 110 غرام تقريبا، كيجيوني مزيانين. وانتم الا بغيتو ديروهم كبار ديروهم. وغادي نغطيهم بلاستيك غذائي او بابي سلوفان، وكنخليهم يرتاحوا واحد 15 حتى ل 30 دقيقه على حسب الجو. ودابا غادي نوجدوا خليط التوريق ديالنا في واحد السلافه، كنديروا شويه ديال الزيت، زيت المائده، وكنضيفوا ليه 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، وكنزيدوا عليهم الزبده دايبه بحال هكا. والزبده كتكون كتر من الزيت. وفي زلافه اخرى كنوجدوا السميده رقيقه حتى هي للتوريق. ودابا غادي نمشيو نورقوا الملاوي ديالنا من بعد ما ارتاحت العجين. وكندير واحد شويه ديال الزيت وكندهنو على سطح العمل. انا ما كنكثرش الزيت، غير هاد النقيطات اللي كندير في الاول هما اللي كنقرص بهم. وكناخذوا الكره الاولى اللي كورنا هي اللي كنبداو بها، كتكون طلقات وارتاحت كتر، وكنحاولوا نطلقوها ونقرصوها بحال هكا. هذا راه ماشي ضروري كنبقاو نقرصوه حتى كيبان لينا سطح العمل، حيت ما هو خامر تقدر تشرق لكم العجينه، غير كنسرحوه ونطلقوه شويه بحال هكا وصافي، ماشي شرط يبان سطح العمل.
صافي غادي ندير واحد شويه من خليط الزبده والزيت بحال هكا، وكنرشها بواحد شويه ديال السميده رقيقه، وكنطويها ونلويها غير بشويه بهذه الطريقه. انا هذه هي الطريقه اللي كنعتمدها دائما باش كنطوي الملوي ديالي، كتجيني سهله وعمليه، وكتخلي الملوي ديالي كيجي مورق ومفشفش. وصافي كنخليها ترتاح بحال هكا، وغادي نعاود ندير معكم واحده اخرى بنفس الطريقه. كناخذ واحد الكره اخرى، وحنا كنخدمو كنبقاو دائما مغطين العجينه اللي باقا باش ما كتربيش لينا واحد القشره من الفوق، وكنبقاو مستمرين كنقرصوها وكنطلقوها غير شويه بحال هكا، ماشي بزاف، بلا تعب بلا اي مجهود. وكنديروا شويه ديال خليط الزبده والزيت وشويه ديال السميده، وكنلفوها ونطويوها بنفس الطريقه، وكنستمروا حتى كنكملوا عدد الكرات اللي عندنا. وصافي دابا غادي نكملوا التوراق ديال الملاوي ديالنا. كنديروا واحد شويه ديال الزيت على سطح العمل، وكنخليوهم دائما يرتاحوا بحال هكا باش ملي كنبداو نطلقوهم هكا كيطلقوا لينا دغيا. كنحاولوا نقرصوهم ونديروا ليهم بحال هكا باش ما كتشركش لينا العجينه، وقد ما ارتاحت قد ما دغيا كطوعك وكتبعك، وما تخليوهاش عاوتاني ترتاح بزاف حتى كتخمر، ماشي بحال الملاوي العادي. غير حتى كنكملوهم وكنبداو دائما باول وحده صاوبنا كتكون طلقات وارتاحت اكثر. وصافي هنا انا كندير بالربعه ولا بالخمسه في خطره وحده باش كتجيني الخدمه سهله. كنحاولوا نسرحوهم ونقرصوهم مزيان بهذه الطريقه على قد ما العجينه عطاتنا الطوع. وصافي دابا غادي ندير عليهم واحد شويه من خليط الزبده والزيت بحال هكا، وكنرشوهم بواحد شويه ديال السميده رقيقه. وصافي دابا غادي نلويوهم ونروليوهم بهذه الطريقه غير بشويه، وما تزيروهمش وانتم كتلويوهم كترخفوا يديكم، غير كتبعوها بحال هكا. وما تنساوش تشتركوا في القناه، والى عجبكم الفيديو ديروا لايك وبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء. والملاوي ديما كتحاولوا تخليوه مرخوف، ما تحاولوش تزيروه. وصافي دابا هذاك الجزء اللي كيبقى في الاخر ديال الملاوي كندخلوه من الجناب بحال هكا، وكنحطوهم باش يرتاحوا. ضروري خاصنا نخليهم يرتاحوا هكا باش ملي كنقرصوهم كيجيونا ساهلين في التكراس. وصافي كنغطيوهم ببلاستيك غذائي باش ما كيقروشوش لينا، وكنخليهم يرتاحوا واحد 15 دقيقه تقريبا. كنرشوا سطح العمل بشويه السميده رقيقه، واللي بغى يدير الدقيق القمح الفينو يديرو، انا كيعجبني ندير السميده. وصافي كنعاودو نغطيوه بشويه السميده من الفوق بحال هكا، وكنبداو نقرصوه. انا كنفضل نقرصو بحال هكا، ما كنبغيش نرقو بزاف، كنبغي نخليه شي شويه غليظ بحال هذا الشكل. وصافي كنحطوه في واحد اللاطه تكون مفرشه بورق الطبخ او بشي زيف. انا كنفضل ندير ورق الطبخ حيت الزيف غادي يطلق فيه الزيت. وصافي كنغطيوه وكنخليوه يرتاح واحد نص ساعه تقريبا قبل ما كنبداو نطيبوه. وكنخليوه حتى المقله كتسخن مزيان، وكنبداو باول ملويه قرصنا، وكنديروها فوق المقله على عافيه متوسطه، وغير كيشد فراسو كنقلبوه على الجهه الثانيه، وكنبقى نقلب فيهم مره مره حتى كيطيبوا ويتحمروا من جوج جهات. والى عندكم المقله كبيره تقدروا طيبوا جوج او ثلاث الملويات في خطره واحده بحال هكا. وانا حنت عندي الملوي صغير كنطيب جوج او ثلاثه في خطره واحده، وكنستمروا حتى كنكملوا الملوي ديالنا في الطياب. الصراحه كيجي روعه، مفشفش ومورق، وكيجيب واحد المذاق هائل ما تشبعوش منه.
تنتمنى تجربوه بهذه الوصفه وهذه الطريقه، غادي يعجبكم ان شاء الله، وبصحه والراحه.